اهلا بكم. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا وحلقة جديدة وبرنامج صحتك في لعبتك مع الحارس الامين لفريق وزارة الصحة اللي حققوا انتصار، وعلى ايده النهارده كان في انتصار كبير زاد عن مرماه ببسالة كبيرة جدا. الكابتن مصطفى عبد العظيم حارس مرمى فريق وزارة الصحة. اهلا بك كابتن مصطفى. اهلا وسهلا بك. كابتن مصطفى بتشتغلي في الوزارة؟ انا شغال في المطابع. وانت احد العاملين في الوزاره، وده سالنا الرئيس النهارده. الرياضه ادتك ايه بقى وانت جاي تلعب كوره النهارده في فريق الوزاره؟ وانا من صغري اساسا وانا بمارس رياضه كره قدم. نبص الكاميرا. من صغري الحمد لله انا بمارس رياضه كره قدم، والحمد لله انا موهوب في حته حراسه المرمى يعني. وكان ربنا كرمني ان انا اشتركت يعني مع فريق الوزاره، وان انا اقدر احقق حاجه معاهم ان شاء الله بإذن الله. سعيد بالمشاركه كاحد العاملين. ادتك ايه بقى الرياضه النهارده؟ ادتك ايه، او انت التدريبات بقى اللي انت بتاخدها من قبل البطوله يعني استفدت منها ايه بقى في عملك؟ اكيد طبعا بتديني حافز، اللي انا طبعا بيبقى عندي اراده وقوه اللي انا لازم ربنا يكرمني اكسب. طبعا بيبقى تحفيز جامد جدا يعني، فهي رقم واحد يعني. في تعليمات معينه بتديها للاعبين معاك في خلال المباراه وانت اللي كاشف الملعب؟ اكيد طبعا. انا يعتبر انا الدور الرئيسي، لان انا طبعا اكتر واحد كاشف الملعب، فبالتالي انا طبعا بقدر انا اوجه زمايلي، بحيث طبعا ان انا اكتر واحد كاشف. اهم حاجه قلتها النهارده وانت في المباراه اللي فزتوا فيها 3-0 على فريق الرقابه؟ يعني انا اهم حاجه النهارده انا بهدي زمايلي الفوز ده لا، اهم حاجه قلتها في المباراه نفسها، اهم توجيه. نركز في المباراه، ولازم كلنا نلعب بحميه ونكون رجاله، وربنا يكرمنا عشان خاطر نكسب ونطلع بالثلاثه بونت يعني ان شاء الله. احنا بنحتفل بيكم النهارده بفوزكم، وان شاء الله نحتفل بيكم في المباراه النهائيه يعني ان شاء الله باذن الله. مش تخذلوني. لا، دعواتك معانا بس. احمد عادل، كنت بلعب النهارده ديفندر. الحمد نبص لله. الكاميرا كابتن احمد. ماشي. احمد عادل النهارده الحمد لله ربنا وفقني. انا لعبت النهارده في مركز ديفندر. كابتن احمد خميس النهارده نزلني ديفندر. النهارده انا اصلا مركز سيرد باك. الحمد لله ربنا وفقنا. الحمد لله 3-0. احنا بنهدي الفوز ده لكل وزاره الصحه مع الوزير اللي هو اشرف خيري، الناس اللي ساندتنا وقفت معانا بجد. الحمد لله رب العالمين، وباذن الله الدوري في وزاره الصحه. كابتن احمد، انا شايف انك النهارده اسعد واحد في الفوز، وشايف القبولات بتنهال منك على اللاعبين. الحمد لله رب العالمين وربنا وفقنا، والدوري باذن الله احنا بنوعد بيه وزاره الصحه. انت خرجت في الشوط الثاني. بدلت الشوط الثاني، كنت تعبان شويه، حسيت بشد في العضله الخلفيه كده، فالكابتن احمد خميس سحبني ونزل طارق وطارق قام باللازم الحمد لله. انا شايف منك روح عاليه، يعني شايف منه احنا حتى في المباراه بنتفرج، وبعدين بعد المباراه شايف روح عاليه بعد ما خرجت، قبولات بتنهال على اللاعبين بالفوز. الحمد لله رب العالمين. في النهائي برضه نشوف القبولات دي باذن الله باذن الله يا فندم. اشكرك جدا، بتمنى لكم التوفيق. قبل المباراه انت قلت لي احنا هنكسب، وكنت مصر على الفوز، وفعلا حققت وعدك لي انا شخصيا، يعني ان انتوا فزتوا النهارده. هو الحمد لله ربنا كرمنا، لان احنا ربنا يعني كرمنا وعملنا تيم كويس، وان شاء الله يعني في احسن على طول ان شاء الله. كابتن هشام، وانت كابتن الفريق، شايف ممارسه العاملين في وزاره الصحه للرياضه بتديهم ايه؟ بتديهم يعني طاقه للعب، طاقه للشغل، من حيث ان هم بيطلعوا من النطاق الخنقه بتاعه الشغل وكده. فيعني الرياضه عامه جميله بالنسبه للجسم، بالنسبه للذهني كده يعني ادتك انت ايه بقى على المستوى الشخصي بقى؟ انا الحمد لله انا على طول في الرياضه، سواء انا كنت بلعب في نوادي وكده وبطلت، والحمد لله الوزاره قالت هنعمل فريق. بتديك نشاط بقى في العمل وكده؟ طبعا طبعا بتطلعني من النطاق الخنقه بتاعه الشغل والكلام ده. ادتك ايه الرياضه النهارده؟ يعني انت كاحد العاملين الوزاره بتمنحك ان انت تلعب وتمارس رياضه، ادتك ايه بقى الرياضه النهارده؟ لا طبعا بتفوقنا، بتدينا نشاط وحيويه على ان احنا نقدر نشتغل تاني ونواظب بجد النشاط يوميا. كنت متوقع انك هتكسب النهارده؟ اه. طيب كابتن اسلام، كلمه اللي ما بيمارسوش رياضه تقول لهم ايه؟ لمين؟ اللي ما بيمارسوش رياضه. لا يا ريت، الرياضه جميله، والرياضه الجميع والناس كلها لازم تلعب رياضه، والرياضه حاجه كويسه وربنا يكرم. طارق، بتشتغل في وزاره الصحه؟ بشتغل فن طباعه. وانت فن طباعه وجاي تمارس كره القدم، والنهارده كسبته ما شاء الله 2-0. الرياضه ادتك ايه بقى؟ كره القدم 3-0 ادتك ايه؟
الرياضه دي اساسا في دمنا في كلنا يعني، فاهم ازاي؟ احنا بنتنشأ على رياضه. الوزير هيئ لكم الفرصه ان انتوا تشاركوا في لاول مره في دوري الوزارات. طبعا هو هيئنا الفرصه، وان شاء الله احنا ما خذلناهوش ان شاء الله في اول ماتش وكسبنا 3-0. واحنا كأسرة التحرير البرنامج نتمنى ان انتم ما تخذلوناش احنا كمان، ونواصل معاكم للنهائي. انت هتتابع معانا، هتلاقينا هتتابع معاكم للنهائي. لا طبعا هتلاقي ان شاء الله، والنهائي نوصل للنهائي ان شاء الله بفضل ربنا ان شاء الله. مساك في تبع مركزك مساك. مركز مساك في النادي، وشغال اعمال كتابيه في قطاع مكتب الوزير. الرياضه بقى دفعتك لايه؟ الرياضه دفعتنا ان احنا عايزين نعمل حاجه لوزارتنا. اولا ان النشاط الرياضي اتلغى من زمان في الوزاره، وبنشكر اولا اللي هو اشرف خيري ومعالي الوزير الاستاذ الدكتور فؤاد النقاوي اللي ساعدنا على هذا المشوار، والدكتور محمود الداودي ساعدنا برضه على هذا المشوار. كنتوا واثقين من الفوز النهارده؟ وان شاء الله كنا واثقين من الفوز، والحمد لله ربنا وفقنا. طيب الناس اللي بتمارس الرياضه بقى تقول لها ايه؟ لازم يمارس الرياضه، يعني الرياضه شيء جميل وحلو يعني، كويس يعني. اللي احنا عاوزين يكون في دافع مكسب. احنا جايين مش جايين نعمل نشاط رياضي وخلاص، احنا جايين نشتغل مكسب، عايزين ناخد بطوله، هو ده الدافع الاولاني بتاعنا. وزارة الصحة اهتمت بفريق كرة القدم وقدمت لأول مرة فريق بيشترك في دوري الهيئات والوزارات، وانتدبت الكابتن أحمد خميس المدير الفني بالترسانة فريق الناشئين إن هو يتولى مسؤولية الفريق. وده طبعا أنا شايف إن هو اهتمام كبير من وزارة الصحة، يعني إن هي تستدعيك إن أنت تتولى فريق الوزارة. طبعا أنا بشكر الدكتور محمود الداودي اللي انتدبني من نادي الترسانة وقال لي تيجي تشتغل مع الفرقه. ده طبعا اشكر الدكتور محمود في كده، واشكر نقابه الوزاره ان هي وثقت فيا ووثقت في اللعيبه ان يكون في ناس موجوده ليها اي وجود في الملعب عن طريق المدير الفني. فانا احمد انت شغال مع الفريق من امتى؟ انا بقالي شهر بالظبط. شهر بس؟ شهر بالظبط. وقدرت تجمع الفرقه؟ والله قدرنا نجمع الفرقه، جالي اكتر من 35 لعيب، مشيت 20 لعيب وفضل 15 لعيب. يعني انت عملت الاول في الوزاره اعلان ان في فريق كره قدم، وعشان تعمل اختبارات حقيقيه عملنا اعلان لكل الموظفين اللي في الوزاره، جالنا ناس اكتر من 35 لعيب، فضل معانا 15 لعيب هم افضل الناس الموجودين. كابتن احمد كنتوا بتتمرنوا فين؟ بنتمرن هنا في مركز شباب الويلي يومين في الاسبوع. يعني فاتحين لكم الملعب عادي؟ بنتمرن هنا، الوزاره موفره لنا الملعب يومين في الاسبوع، بنيجي نشتغل هنا يومين في الاسبوع. مع الانتصار الاول ده تاريخيا انت صاحب الانتصار الاول، كنت واثق ان انت هتكسب النهارده؟ والله العظيم انا واثق في اللعيبه، يعني انا واثق في اللعيبه اللي موجوده، لان هي رجاله عايزه تكسب وعايزه تشرف الوزاره. وبرضه بكرر شكري الراجل اللي جابني الدكتور محمود الداودي، لان هو الراجل ده اللي جابني في المكان دوت. وبنشكر ايضا وزير الصحه اللي هيأ الفرصه للعاملين ان هم يشتركوا لاول مره في دوري الوزارات. طبعا بنشكر طبعا سياده الوزير، ونشكر كل العاملين في وزاره الصحه ونقابه الصحه على وجودهم ووقوفهم جنبنا، الناس كلها واقفه جنبنا بصراحه. كابتن احمد وقوف خلاص دلوقتي الناس واقفين جنبك، بتوعد بقى الناس بايه في وزاره الصحه من خلال بطوله دوري الوزارات الهيئه؟ انا بوعد ان شاء الله وزاره الصحه بالمركز الاول باذن الله، مش هاخد مركز ثاني ان شاء الله، مركز اول. وهتهدي الفوز لمين؟ هادي الفوز لوزير الصحه، وهادي الفوز لنقابه الصحه، وهادي الفوز للعاملين والدكتور محمود الداودي. وقناه صحتي؟ وقناه صحتي قبل اي كلام. ربنا يخليك يا كابتن احمد. كلمه اخيره توجهها اللي ما بيمارسوش رياضه تقول لهم ايه؟ والله احنا بنقول لكل من ما بيمارسش رياضه، اولا الرياضه هي قبل اي شيء سمه الشعوب، الناس كلها بتتقابل في الرياضه، العالم كله بيتقابل في الرياضه، اهم حاجه في الدنيا هي الرياضه اصلا قبل اي حاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالرياضه، فاحنا مش نجيب كلام النبي على يمين وناخد احنا الشمال، لا هو كلام النبي هو الرياضه، وهو وصى بالرياضه، والاسلام كله وصى بالرياضه، احنا ما لحقناش غير الرياضه. دلوقتي رئيس امريكا بيطلع على طياره بسرعه عشان خاطر يقول لك ايه، مش بيجري بسرعه، لا بيجري، بيقول ان رئيس امريكا طالع راجل رياضي، مش راجل كده واقف وخلاص رئيس امريكا وقاعد على كرسي، لا ده رئيس اكبر دوله في العالم، بيطلع بيجري بسرعه على الطياره، بيدي رساله للناس كلها ان انا راجل رياضي، واللي ماسك امريكا اكبر دوله في العالم راجل رياضه. كده بنوصل لاخر فقراتنا من برنامج صحتك في لعبتك. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحه هيقول كلام والرياضه كمان. انتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده وبرنامج صحتك في لعبتك، انتظرونا.